كانت هناك روح تتضرع وقلب يرنو إلى أنثى تحمل نعومتها وتلقي على الدار نسمتها. مرت السنوات عقدا إلا قليلا، والأم التي كتمت شوقها دهرا لم تفقد الرجاء، لم تطفئ الشمعة، بل خبأتها في قلبها تنتظر الإذن الرباني. ثم في عام 2007 أشرقت فاطمة لا كأي طفلة، بل كنجمة أضاءت فجرا جديدا لعائلة اكتملت بدفئها. يا لفرحة الأم التي سمعت لأول مرة مبروك بنت، ويا لبهجة قلب انتظر، فكان جزاؤه أعظم مما تخيل. لم تكن فاطمة مجرد مولودة، بل كانت وعدا من الله قد تحقق، وكنزا تفتحت معه أبواب الفضل. منذ يومها الأول كانت تسجل تاريخا، كل خطوة منها كانت قصة، كل كلمة كانت وعيا. وها نحن اليوم نقف على عتبة التخرج ونسرد قصة فاطمة. في عام 2007 بزغ نجم جديد في سماع عائلة آل هاشم، طفلة ولدت لا كغيرها، بل كبشرى لأيام قادمة. حلت فاطمة كطيف من نور، وماء فتحت عينيها حتى امتلأ البيت ضياء وسرورا. كانت الأيام الأولى مليئة بالصور، ضحكتها الأولى، خطواتها الأولى، كلماتها الأولى، وكل لحظة كانت توثق وكأن الزمن خشي أن ينساها. فاطمة لم تكن مجرد طفلة، كانت زهرة تزهر في كل ركن، كانت زهرة تزهر في كل ركن من أركان البيت، تترك أثرها البريئة في كل القلوب. كبرت الصغيرة وتفتحت في قلبها زهرة القرآن. منذ نعومة أظافرها عرفت طريق التحفيظ، وجلست بين المصاحف والمعلمات تنقش في قلبها أولى الآيات، وكأن صوتها وهي تقرأ كأنه طيف من الجنة. في سنوات مضت لم تكن السبورة البيضاء في بيتنا مجرد لوح، كانت مسرحا صغيرا تقف عليه طفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات، تشد القلم وكأنها تمسك بعصا القيادة، تكتب وتشرح وتعيد الشرح، وكأنها تعلم جيلا كاملا من التلاميذ. كانت أستاذة وأنا تلميذها. أعود من عملي لأجدها قد سبقتني إلى البيت، تهيأ السبورة، ترتب أقلام التلوين، ثم تبدأ درس في الرياضيات، ثم قواعد في اللغة العربية، ثم فجأة تنتقل إلى التنوين والتجويد، وكأننا في حلقة قرآنية مبهرة. ما كانت تكتفي بالشرح لنفسها، بل كانت تشرح لنا، تسألنا، تمتحننا، والعجيب كنا نستمع. فاطمة الصغيرة الكبيرة كانت تجد في التعليم متعة، وفي المشاركة بهجة، وفي الكاميرا وسيلة لتوثيق كل هذا الجمال. فكرة التصوير لم تكن مدروسة، لكن شغفها قادنا لتوثيق لحظات عظيمة. فيديوهاتها وهي تشرح صارت فيما بعد بذورا لحلم أكبر وأثر لا ينسى. وهكذا صارت قناتها على اليوتيوب مرآة لطفلتنا المعلمة التي كانت تشرح وكأنها ترى مستقبلا ينتظرها بشغف. وها نحن اليوم نحتفل بهذا المستقبل.
فاطمة لم تكن مجرد متفرجة على اللحظات، بل كانت صانعة لها، توثقها بعين الفنان وقلب المحب. من رحلة الأردن حيث عبرت بين الزمن في أورقة البتراء، ومدينة الرومان في جرش، والمدرج الروماني بعمان، وجبال الشوبك، وقلعة صلاح الدين، إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحيث لامست أرواحنا نفحات النبوءة وقداسة المكان. تنقلت بنا بين المعالم الإسلامية بكل وقار وإحساس، مثل المساجد السبعة والخندق وأحد ومساجد الصحابة وقباء وغيرها. وفي أعياد المسلمين رصدت لحظات البهجة وروح الجماعة وصوت التكبير الذي يملأ القلوب فرحا. أما أعياد الميلاد العائلية فقد حولتها فاطمة إلى قصص حب مصورة، مزجت فيها بين الذكرى والحنين وبين الضحكة والهدية، لتصبح أرشيفا من الفرح وكتابا للأسرة لا ينسى. فاطمة لم توثق فقط، بل أبدعت وأحيت الذكريات، وجعلتنا نراها ونسمعها ونعيشها من جديد. فشكرا لك فاطمة. فاطمة ابنتي لم تكن كاميرتها يوما أداة لهو أو مجرد عدسة توثق مشهدا عابرا، بل كانت نافذتها إلى العالم ورسالتها التي بثت من خلالها نبضات الحياة بكل ما فيها من علم وبهجة وتقاليد. لم تكتفي بالدروس ولا بالقصص الإسلامية ولا باللعب والمرح واللهو، بل مضت لتوثق الفرح وتؤرخ اللحظات، لحظات الخطوبة، لحظات الزفاف، ابتسامة الأعراس، فصارت ذاكرة الأسرة وحافظة العادات. في زواج إخوتها لم تكن مجرد أخت حاضرة، بل كانت الكاتبة والمصورة والروائية، وقدمت 4 فيديوهات نادرة تظهر تفاصيل من عاداتنا وتقاليدنا اليمنية التي لا يعرفها كثيرون. كم دهشت حين رأيت في عدستها وطنا وهوية وحنينا يروى. نعم، فاطمة لم تصور مجرد مشاهد، بل وثقت ذاكرة وأهدت جمهورها لمحات من أعراسنا، من موروثنا، من قلوبنا. أنامل من ذهب، موهبة تروى وتزهر. في كل ركن من أركان هذا البيت قصة فن ولمسة ذوق ونبض موهبة. بدأت الحكاية مع أم فاطمة، تلك السيدة الأنيقة في ذوقها، الرقيقة في حرفها، التي أبدعت بصنع السلات اليدوية. صنعتها بحب وزينتها بذوق رفيع، فغدت قطعة فنية تقدم في أجمل المناسبات وتزين بها أبهى الزوايا. ثم أشرقت فاطمة ابنتها التي ورثت من والدتها الذوق، وأضافت عليه لمستها الخاصة وموهبتها الفطرية المدهشة. فاطمة تلك الفتاة المتألقة التي لا تكتفي بالإعجاب بالفن، بل تصنعه. صنعت الأساور بألوان زاهية وتنسيق أنيق تليق بالأيادي الصغيرة وتبعث البهجة. شكلت الصلصال بإبداع مدهش وحولته إلى أشكال دقيقة تنبض بالحياة والخيال. أبدعت في السلايم ليس كلعبة فقط، بل كمنتج فني بألوان وروائح مبتكرة. زينت غرفتها بلمساتها الخاصة، قلوب ونجوم، كلمات ملهمة ولوحات مصنوعة بيدها.
وكأنها تكتب على الجدران قصة فنانة لا تعرف حدودا للإبداع. فاطمة ليست فقط فتاة موهبة، ليست فقط فتاة موهوبة، بل روح فنانة وعقل مبدع وقلب يحب الجمال. وهكذا اجتمع فن الأم وموهبة الابنة ليثبت أن الإبداع حين يولد في بيت فإنه يثمر جيلا يدهش العالم. فاطمة ابنتي، حين يتكلم الناس عن الشعر أقول لهم عندي من الشعر ما لا يروى. عندي فاطمة التي لم تكتفي بحفظ القصائد، بل صنعت لها صورا ونبضا وروحا في مقاطعها المصورة. فيديوهاتها عن الشعراء كانت أكثر من مجرد عرض أبيات، كانت سردا لجمال الكلمة وتعريفا بعبق التاريخ وتقديما راق لأهل الأدب والحرف. ثم ما بين قصيدة وأخرى انطلقت فاطمة نحو الثقافة، نحو الوعي المجتمعي، وثقت مدينة نيوم الحلم والمستقبل بعيون شابة وبفكر ناضج قدمتها كما لم تقدم من قبل، برؤية شاملة وبأسلوب مؤثر. ثم صنعت فيديو آخر، واحد من أهم ما أنتجته في مسيرتها، عن آفة المخدرات، عن خطرها وأضرارها ومشاكلها، عما يدمي القلب في بعض المجتمعات، وقدمت الحلول بفكر عاقل. هذه ليست مجرد فتاة تنتج فيديوهات، هذه فتاة تحمل هم مجتمع وإحساس وطن وقلب شاعر وعقل أديبة. في زمن يتسابق فيه كثيرون خلف التسلية الخالية من المعنى، اختارت فاطمة أن تملأ وقتها وعقلها وروحها بما ينير الفكرة ويحيي القلوب. أكثر من 44 قصة من أعماق التاريخ الإسلامي قرأتها فتأملتها ثم صاغتها بلغة العصر على هيئة فيديوهات تحمل عبق الإيمان وروح الحكمة، من تميم الداري إلى النجاشي، من أم الخير إلى ماشطة بنت فرعون. أبطال سكنوا صفحات التاريخ وأيقظت فاطمة سيرهم من جديد. هذه ليست مجرد قصص، بل بذور زرعتها في قلوب متابعيها لتثمر وعيا وإيمانا وفخرا بهويتنا الإسلامية. فاطمة يا زهرة شقت طريقها بالعلم، فاطمة يا زهرة شقت طريقها بالعلم والنور، كم نفتخر بك وأنت تعيدين تشكيل الحكايات الخالدة بلغة الحاضر. فاطمة ابنتي ونبضي وبهجتي، ما زلت أكتشف فيك كل يوم شيئا جديدا، وكلما ظننت أنني وصلت إلى نهاية إعجابي بك تفاجئينني بجديد يدهشني أكثر. إلى جانب الشعر والحرف والمجتمع أنتجت يا فاطمة نوعا آخر من الجمال. فيديوهات نصائح ملهمة قصيرة مركزة أخذتها من أعماق الكتب أو أخذتيها من أعماق الكتب. انتقيت اقتباسات كأنك تنقين اللؤلؤة من البحر، قدمتها بأسلوب رقيق وهادف، كأنها رسائل صغيرة من القلب إلى كل من يحتاج النور. ثم أبهرتينا بقصصك الدينية، قصص ملهمة توقظ فينا الإيمان وتحيي فينا العبرة.
أعددتها بعناية وسردتها برقة لتصل لكل الأعمار وتلامس كل القلوب. ثم جاءت مفاجأتك الأخرى، قاشا لايف. هذه الفيديوهات الكرتونية التي أعددتها ببرمجيات معقدة، تحريك دقيق وتصميم يأخذ الألباب، أنتجتها بإتقان كأنها فريق عمل كامل، لكن الحقيقة أنك فاطمة وحدك، فنانة ومخرجة وكاتبة ومؤدية. يا ابنتي، إنك لست فقط ذكية، بل متحملة واعية مبدعة. كثيرة هي الشهادات أو الشهائد التي تلقتها أو حصلت عليها فاطمة نتيجة مسيرة كانت أكثر من رائعة. هي شهائد ما بين شكر وتقدير وتميز. هي في نظري ليست مجرد أوراق، بل صفحات من فخر ومحطات من نور وسطور كتبت بالحب والإصرار. شهادات حملت في طياتها اسم فاطمة هاشم، فتلألأ بها الحبر ونطقت بها القلوب قبل الحروف، ما بين شهادة تفوق وشكر وتميز وإشادة بانضباطها ومشاركة في إذاعة أو مناسبة وطنية. كانت فاطمة دائما الحاضرة الفاعلة المبدعة. كتبت المسرحيات، أعدت السيناريوهات، شاركت بصوتها وروحها في المسرح الوطني وفي الفصول وفي الساحات. هنا شهادة تشكرها على إبداعها، وهناك تقدر التزامها، وأخرى تكرم تفوقها، وكلها تجمع على أن فاطمة كانت وما زالت نجمة لا تنطفئ. ومع كل شهادة تعرض أراها تكبر في عيني أكثر وأكثر. فاطمة يا ابنتي، هذه ليست نهاية الرحلة، بل بداية جديدة تمضين فيها بما جمعتيه من حب للعلم وإخلاص في العمل وثقة بالله ثم بنفسك. فطوبى لنا بك، وطوبى لكل جهد بذلتيه، ولكل لحظة كنت فيها قدوة ونور. اللهم بارك فيها وازرع في طريقها الخير والنور والقبول، واجعلها من السعداء في الدارين. آمين.